السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده إن شاء الله جايين بفيديو جديد كده ويوم جديد، يا رب إن شاء الله ينال إعجابكم. بس بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو انتي متابعة معايا مستنية منك كومنت حلو كده يحفزني. تمام. وما تنسوش اللايك بالله عليكم. هنا بقى ايه، قلنا بقى ننزل نجيبوا فطار كده حلو. نزلت كده اتمشيت شوية ورحت جبت جبنة قريش. تمام. وكان عندي بسطرمة. فقُلت بقى أعمل إيه، بيض بالبسطرمة. بُصّوا يا جماعة، أنا ما باحبش البيض مقلي بيض بس كده، ما باكلهوش، لازم يبقى معاه إيه، بسطرمة، معاه لانشون، كده يعني، فاهمين إزاي؟ ما يعني اللي خلّاني أصلًا آكل البيض المقلي، أنا البيض المسلوق ده ما ليش فيه خالص، ما باكلوش أصلًا. اللي خلّاني آكل البيض المقلي إن ماما حطِّت لي في البيض بسطرمة، قالت لي: "كُلي البسطرمة وخدي حتّة بيضة صغيرة معاها." هو ده الحاجة الوحيدة اللي خلّتني آكل البيض بصراحة. بقيت بقى إيه، بانوّع، مرّة بالبسطرمة، مرّة باللانشون، مرّة كده يعني. فكان عندي بسطرمة بصراحة، جيت عملت حتّة جبنة قريش كده، وعملت بيضة. تمام، وحطّيت عليها إيه، بيض بالبسطرمة يعني وكده، وابتدي اليوم بقى بتاعي كده ونتوكّل على الله. بس، فهو ده كان فطاري يعني. تعالوا افطروا معايا بقى، والله العظيم كان فطار جميل جدًا، جدًا والله. المهم يعني، نزلت بقى كده، جِبت بقى، ما كانش عندي بطاطس. تمام. جِبت بطاطس وجِبت طماطم وفلفل وخيار وحاجات كده يعني، بس بصراحة أنا ما صوّرتهاش، مش عارفة ليه، يعني إيه اللي خلّاني ما أصوّرهاش، ما تقوليش، مش عارفة. المهم يعني إن أنا دخلت في يومي كده، فاهمين إزاي، وخلّصته يعني وضبّطت الدنيا. بس وفضّيت الحاجة ويعني ما جاش في بالي إن أنا أصوّره. المهم يالّا بينا تعالوا افطروا معانا بقى. فقُلت لهم بقى إيه، خلاص أنا هاعمل لكم بيتزا النهارده كده، حاجة خفيفة يعني وكده. وسريعة بصراحة وما بتعملش مواعين، أهم حاجة إن هي ما بتعملش مواعين يا جماعة. أنا مشكلتي في الحياة كلّها هي المواعين بصراحة، لإن أنا الحوض بتاعي ده يعني 24 ساعة فيه مواعين. يعني أغسل مواعين والاقيه فيه مواعين تاني، أغسل مواعين ويبقى فيه مواعين تاني، كده يعني. فالحمد لله، ربنا يدينا الصحة والعافية يا رب. المهم، هنا بقى جِبت إيه، عملت كده كيس دقيق. تمام. أنا بُصّوا يا جماعة، لمّا باعمل البيتزا يعني بنتغدوا منها ماشي، والباقي باشيله في التلاجة، يعني باشيله في الفريزر بافرّزه عادي، فاهمين إزاي؟ يعني أنا بعد ما باخلّص كده باشوف إيه اللي فاض معايا واحطه في كيس تلاجة. تمام، واشيله. بتبقى معمولة يعني، مش باشيل عجينة لأ، فاهمين؟ فأنا حطيت هنا، عملت كيس دقيق تمام، وعليه باكو خميرة. وما كانش عندي بصراحة زبادي يعني. بس بصراحة الزبادي بتبقى أحلى بكتير. وأنا بقى من نصيبي ورزقي كل ما آجي أعمل البيتزا أنسى إن أنا أجيب زبداية. تمام، وما الاقيش حد يجيب لي، فاهمين؟ اللي هو يعني مش عارفة، هي بتبقى معايا كده يعني قدرًا كده، ما بالاقيش أبدًا، ولا بافتكر إن أنا أجيب زبادي، ولا بافتكر إن أنا أخلّي حد مثلًا، ألاقي حد مثلًا يجيب لي زبادي والّا حاجة. فباقول خلاص مش مهم يعني، أقضّي باللي عندي. فعلى طول باروح بقى إيه، لو عندي لبن ماشي بيمشي الحال، لو ما عنديش باجيب إيه، اللبن اللي هو البودر ده. بس، فباحُط عادي ما فيش مشكلة، باحُط كام معلقة كده. تمام، وباحُط بقى هنا المَيّة على حسب بقى طبعًا العجن وكده. مش هاقول لِك بقى حُطّي كوبايتين ولا حُطّي 3 لأ، أنتِ بتحُطّي حبّة، حبّة كده. بس أول كوباية دي أنا حطيتها كلّها بصراحة، لإن بتبقى محتاجة تاني يعني، فاهمين؟ بس بادفّي كده شوية مَيّة، يعني أنا باسخّن مَيّة في الكاتل. تمام. وبعد كده باحُط زي رُبع مَيّة، رُبع رُبع كوباية مَيّة، وبازوّدها من الحنفية. أنا نسيت، يعني مش نسيت، أنا كنت باصوّر باحُط يعني الزيت، هي المفروض تتحط نُص كوباية زيت. تمام. أو مثلًا إيه، رُبع حبّة بساط كده، فاهمين إزاي، زيت. فأنا صوّرت وكنت مفكّرة إن أنا باصوّر يعني، أتاري أنا موقّفة الكاميرا. ش شُفتوا الحلاوة اللي أنا فيها؟ لقيت الكاميرا بتقول لي لؤة. هي مش هتصوّر لي لؤة الحتّة دي. ما لها ما لهاش لازمة يعني، فاهمين؟ بس يعني، فقُلت خلاص ماشي ما علينا يعني، خلاص لؤة، لؤة. ما فيش مشكلة.
قُلت بقى أنا لمّا أقول لكم بقى إيه، يعني إيه رأيكم في لُقّا دي يا جماعة؟ والله السِت فاضية أقسم بالله، ما علينا. المهم قطّعت طماطم وكان عندي فلفل متفرّز وكده، فرُحت حطّيت بقى إيه، قطّعت كده في بعضه، وهنا بقى بُصّوا علشان كده باقول لكم أنا باحب أوي أجيب أكياس الصلصة، لإن أكلة زي دي مش مستاهلة خالص إن أنا أطلّع كيس صلصة من اللي أنتم شُفتوه المرّة اللي فاتت ده، يعني كيس بحاله أطلّعه عشان آخُد الحبّة دول، مش مستاهلة يعني فاهمين إزاي؟ فأنا باحب أوي أعمل صلصة البيتزا من الصلصة، يعني من أكياس الصلصة فاهمين إزاي؟ كده طلّعت 3 أكياس كده وحطيتهم، وحطيت ملح وفلفل أسود وزعتر تمام، وحبّة زيت ومَيّة إن هي بس تسيّب بس الصلصة يعني وكده. أهم حاجة يعني أحلى حاجة بالنسبة لنا أحلى من البيتزا الصلصة دي، والله العظيم، الصلصة دي بتبقى بتخلّي الطعم تحفة، بعد ما باخلّص البيتزا يعني وكده، بارُش عليها من فوق زعتر، والله العظيم بتبقى طعمها جميل جدًا، جدًا، جدًا. الزعتر بصراحة يا جماعة له طعم ويعني وريحة جميلة، بتخلّي الأكل ليه طعم. المهم هنا بقى عملت الصلصة كده سيّبتها كده تمام، ورُحت رفعتها على النار أهي، سويتها أهو. تمام، بس. هي بسيطة جدًا ما فيهاش أي حاجة يعني. هنا بقى كان عندي شوية مواعين كده، تقولوا لي إيه الكوبايات اللي نزلت دي كلّها، أقول لكم أقسم بالله ما أعرف. والله العظيم أنا لقيت الكوبايات كلّها نازلة، مع إن ما فيش مواعين، أنتم شايفين؟ أنا ما عنديش مواعين، مش مبيّتة مواعين ولا حاجة والله. يعني أنا غاسلة المطبخ يعني غاسلة المواعين وغاسلة البوتاجاز ومضبّطة الدنيا، بس إيه اللي حصل يعني ما أعرفش والله يا جماعة. أنا قُمت الصبح بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت الكوبايات كلّها تحت. إيه ده؟ إيه جمالية وأنتم شربتوا إيه؟ والله العظيم، يعني وكلّها يعني مش عارفة أنا بصّيت كده استغربت والله، قُلت يالّا ما علينا، المهم إن هي إيه، كوبايات حاجات بسيطة يعني مش دعك بقى والكلام دوّة لأ، أنا بس والله اللي فاكراه كلّه إن الطبق اللي هو اللي بتاع المكسرات ده، إن أنا لمّا نزلت امبارح بالليل جِبت بقى إيه، جِبت لِب فاهمين، جِبت لِب أبيض ولِب أسمر، وقعدنا نقزقز، هو ده اللي أنا فاكراه والله يا جماعة. وال والكنكة دي بتاعة القهوة بتاعتي بتاعة الصبح لمّا فطرت عملت إيه، كوباية قهوة يعني وكده، فتمام الحمد لله، الحمد لله. طيب بالنسبة بقى للكوبايات الكتير ده أنا ما يخصنيش والله يا جماعة مش عارفة إيه اللي حصل فيهم. والله بجد، يعني الواحد والله بيلاقي حاجات المهم يعني، إحنا غسلناهم الحمد لله. ضبّطتهم كده وأخدتهم معايا كده بالمرّة بقى قُلت بقى إيه، أحُط العجينة في التلا في الف في التلاجة، حطّاها في البوتاجاز تمام، بس ورُحت قُلت بقى إيه، خلاص أنا يعني عقبال ما تخمر أكون أنا خدت الأزايز دي وأخدت حبّة المواعين دُولة تمام، سهلين يعني وبساطة علشان إيه، يعني أنا باحب أوي يعني وأنا باعمل يكون اللي حواليّا حاجة نضيفة، فاهمين إزاي؟ يعني اللي حواليّا كده تكون إيه، الدنيا نضيفة باحس إن أنا الأكل باطلّعه نضيف وحاجة جميلة، والله العظيم بجد بتبقى في يعني طاقة إيجابية كده حاجة حلوة يعني، غير لمّا تحسّي إن في كراكيب والدنيا بايظة حواليكِ وخربانة ما تعرفيش في إيه، فاهمين؟ ومواعين فوق مواعين بقى والدنيا بُصّوا يعني لا حول لنا ولا قوة. المهم هنا بقى إيه، بُصّوا أنا متعوّدة إن أنا أجيب سلك مواعين باجيب كمية تمام، وباقطّعه حِتَت، يعني باجيب لفة كبيرة كده مثلًا ب30 جنيه والّا حاجة، هو بيغيب معايا بصراحة. تمام، باجيب كده وامسك إيه، أفرده وأقطّعه حِتَت، حِتَت، حِتَت كده في الكيسة تمام، علشان وأنا لمّا باخد حتّة منّه يبقى سهل بالنسبة لي. بس، فقُلت بقى إيه أخدت حتّة سلكة كده معايا، غسلت ما كانش يعني ما خدتش كتير، لإن هو ما كانش عندي غير دي، كنا مسخّنين فطير، عملنا فطير وعسل تمام، و والتانية دي كنت عاملة فيها بقى إيه، بيض بالبسطرمة بالليل، بس. سحّرتهم. بالي في رمضان يا جماعة. الله والله العظيم الأيام جميلة أوي، أوي، يالّا هانت، هانت، هانت على السحور بقى ونتسحّر ونفطر والصيام والدنيا وتراويح بقى، وحاجة يعني بتبقى جميلة جدًا، جدًا بصراحة. قولوا لي بقى إيه رأيكم في الفيديو بتاع التفريزات بتاعة المرّة اللي فاتت؟ أنا مستنية كومنتاتكم كتير، كتير، كتير بالله عليكم. ماشي؟
أهو هنا خلّصت بقى ضبّطت كده الدنيا وقُلت بقى إيه، طبعًا الرخامة دي أنا على طول الحمد لله باغسلها يعني وكده، فما غسلتهاش بقى المرّة دي، غسلت بس الحوض كده بالحنفيات بس، وأخدت بقى إيه الحتّة اللي هي بتاعة السيراميك دي اللي هي الحيطة دي يعني كده أهو، وبس كده، وأنا بقى إيه باشطف باشطف الصابون يعني وكده، شايفين الفيشة اللي على جنب دي، وأنا بانطُر كده المَيّة بُصّوا نطرت مَيّة كتير عليها، راحت المَيّة داخلة جوّه الفيشة، من ساعتها وأنا مرعوبة أصلًا بُصّوا أنا جبانة جدًا يا جماعة، جدًا بقى الحاجات دي بتخوّفني بُصّوا شايفين أنا عملت إيه، المَيّة بقى دخلت كتير في الحنفية دي في الفيشة دي، وأنا بقى باخاف يعني، باخاف من الكهربا، باخاف من الصراصير، باخاف من النمل الكتير تقولوا لي: "في إيه؟" أقول لكم ما أعرفش والله وأنا كده. بجد والله ده حقيقي. أنا مرّة لقيت صرصار في المطبخ والله ما رضيتش أخُش غير لمّا أحمد لأ والصراصير بقى ما تجيليش إلا وأحمد نايم في عِز نومه والله العظيم، أنا أحمد الحق في صرصار جوّه في المطبخ يبُص لي يقول إيه ده في إيه؟ بُصّوا أطلع من المطبخ ما أدخلش فيه غير وأقسم بالله الصرصار ده لازم يكون ميت تمام، وأحمد يورّيه لي أشوفه بعينيّا يمكن يا أختي بيضحك عليّا لأ والله العظيم، يقول لي: "أنا موّتته." أقول له: "أشوفه بعيني، أشوفه بعيني." باشا لا مؤاخذة أشوفه بعيني. يقول لي: "طيب ماشي." والله مرّة موّت صرصار وراح رمّاه برّه في الزبالة تمام، فقُلت له: "فين الصرصار؟" قال لي: "رميته برّه." قُلت له: "لأ، أنت بتحوّر عليّا." قال لي: "والله العظيم رميته." قُلت له: "أبدًا." رُحت لابسة الإسدال وفاتحة الباب، "ورّيني فين الصرصار اللي أنت هتقول عليه دوّة؟" قال لي: "مش واثقة في كلامي؟" قُلت له: "لأ بصراحة أنا لازم أشوفه بعينيّا." المهم قال لي: "أهو شايفاه؟" قُلت له: "آه، أيوه ماشي تمام، تمام، الله ينوّر." أنتِ خلاص كده اتطمنتِ؟ قُلت له: "آه." أصل أنا بُصّوا يا جماعة أنا هيفضل بقى أنا في دماغي هِس تمام، إن هو بيضحك عليّا ولأ في صرصار لسه جوّه وهو قال لي: "آه أنا موّتّه عشان يريّح دماغه." والله العظيم، فأنا باخاف منهم أوي. المهم هاحكي لكم على موقف والله العظيم يعني بُصّوا أنا مُتّ على نفسي من الضحك على نفسي بقى فاهمين؟ بُصّوا، كنت في الأول في الشقة الأولانية يعني، كان في صرصار، كان معايا يامن وإياد إيه لسه صغير بقى خالص يعني، يامن كان لسه على إيدي يعني ما كمّلش يعني 6 شهور والّا حاجة، فالمهم بقى إيه، جه صرصار كبير كده بيطير تمام، وأحمد أنا كنت ساكنة في الدور ال13 ف وما كانش في أسانسير، وأحمد بقى إيه، كان في فرح مع أصحابه، فين في ستانلي. بعيد عني، وأنا لقيت لِك الصرصار دوّة بيطير، يا نهار أبيض! صرصار، وإياد بقى إيه مفكّر إن أنا مثلًا إيه، آية طَب هاتي الصرصار ألعب معاه، اللي هو كده، فأنا يا نهار أبيض! في صرصار، وأنا بقى قايمة وجريت وقفلت الباب بقى ومش عارفة إيه واتصلت بيه، في صرصار بيطير، قال طَب وأنا هاعمل لِك إيه بقى دلوقتي بالله عليكِ تقولي لي أنا هاعمل إيه؟ المهم رُحت اتصلت بماما قُلت لها تعالي بسرعة الحقيني ده في صرصار، قالت لي كان الساعة كام؟ الساعة 22:00 أو 23:00 المهم راحت لابسة وراحت جاية لي، "فين يا آية الصرصار؟" قُلت لها: "بُصّي يا ماما في الأوضة دي أنا قافلة عليه." المهم دخلت وإياد إيه قال لها: تيتة استني يا تيتة أنا هاخش معاكِ يا تيتة وإيه وأبُص يعني على الصرصار وكده." هو كل تفكيره إن هو هيخش تيتة تجيب له الصرصار يلعبوا مع بعض. المهم راح إيه، هي بتدوّر على الصرصار ما لقيتهوش، أتاري الصرصار واقف فوق راسي في الطرقة أنا ويامن والصرصار برّه وماما وإياد جوّه. راحت بتفتح الباب بتقول لي: "هو فين يا بنتي؟" بتبُص كده قالت لي: "آية تعالي خشي جوّه عشان الصرصار فوق دماغِك." والله العظيم يا نهار أبيض! راحت موّتته وورّته لي برضه ونفس الكلام علشان لازم أتطمن، قلبي لازم يتطمن يا جماعة. المهم عملنا البيتزاية وإحنا لخمنا في الصرصار، هنا عملت واحدة كده والباقي بقى عملته زي ما أنتم شايفين كده، أهو. كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يالّا باي باي.